أربّي فراخ بيضا والّا أربّي فراخ ساسو؟ ولو أنتم حابين إن أنتم تبتدوا مشروع فيهم، يبقى أي واحد فيهم اللي هيكون مُربح، أي واحد فيهم اللي هيكون خسايره أقل، ولو أنتم كمان بتربّوه للبيت، فإيه الفرق بين تربية الفراخ البيضا والفراخ الساسو؟ كل المعلومات بالتفصيل هتلاقوها إن شاء الله في الفيديو ده، لإن أنتم عارفين طبعًا إن في حاجات كتيرة أوي فرق ما بين تربية الكتكوت الأبيض وما بين تربية الكتكوت الساسو، زي سرعة النمو، جودة اللحمة، التكلفة، طريقة التربية، حاجات كتيرة أوي مختلفة ما بين تربية الفراخ البيضا وتربية الفراخ الساسو. تفاصيل كتيرة أوي هتلاقوها في الفيديو ده، تابعوا معايا الفيديو للنهاية، ويا ريت كمان نشيّر الفيديو عشان أغلب الناس تستفاد، لايكات كتير ونرفع الفيديو باللايكات، لإن الفيديو بيرتفع باللايك. لو أنتم طبعًا عندي في القناة لأول مرّة، يا ريت تشرفوني وتنزلوا تحت كده الزرار الأحمر اللي تحت تعملوا اشتراك وتدوسوا عليه، وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة وما يفوتكوش أي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سمسمة ودي قناتي، قناة خير بيوتنا مع سمسمة. يالّا بينا نصلّي على النبي الأول قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلّينا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا من غير كلام كتير. خلّينا كده أول حاجة نتكلم عليها هي الفراخ البيضا أو فراخ التسمين، الفراخ اللي بيربيها أغلب دول العالم. ليه الفراخ البيضا دي بتربيها أغلب دول العالم؟ لإن دورتها سريعة، بتنمو بشكل كبير جدًا وبسرعة كبيرة عشان توصل للوزن المناسب للذبح، اللي هي بتكون في وقت خلال من 35 ل40 يوم. طبعًا إحنا ممكن نذبح على فكرة أقل من كده، يعني ممكن نذبح أقل من 35 يوم، يعني لو وصلتوا للوزن المناسب اللي أنتم عايزينه، في ناس بتذبح من 26 و27 يوم و30 يوم توصل ل35 أقصى حاجة بتقعدها فهي 40 يوم. طيب خلّينا نقول كمان هي بتاكل قد إيه علف، بتاكل في المتوسط 3.5 كيلو علف، هي المفروض إنها بتاكل من 3 إلى 3.5 لكن أقصى حاجة هي بتاكلها الفراخ البيضا فهي 3.5 كيلو علف، يعني ممكن تاكل أقل من كده عشان تدّينا 2 كيلو و100 جرام لحم مثلًا، خلّينا نقول إن هي ممكن تاكل 3 كيلو علف وتوصل على 30 يوم أو 35 يوم، بُص 30 يوم ممكن تدّينا 2 كيلو، 35 يوم ممكن توصل كمان ل 2 وربع وتدخل كمان في 2 ونُص، هتوصّلوها لل40 يوم، يبقى بتاكل 3.5 كيلو، في أحيانًا ناس بتوصّلها لحد 3 كيلو وزن يعني. طبعًا ده كُلّه على حسب التربية، حسب الاهتمام، كمان أهم حاجة حسب نوع الكتكوت وحسب نوع العلف، لإن في أعلاف ما بتجيبش أوزان، كمان الكتكوت لو كان فرز أول يبقى بيجيب وزن، لو كان فرز تاني طبعًا يبقى كده خلاص بياخد وقت طويل جدًا وبيفضل ياكل وفي الآخر ما بيجيبش معاكم أوزان، يبقى الكتكوت لازم يكون فرز أول، العلف لازم يكون علف من شركة كويسة، ما يكونش علف سوقي، وكمان ما يكونش العلف متخزّن عند الراجل بتاع الأعلاف. طيب الكتكوت بقى الأبيض ده هل في منّه أنواع؟ آه طبعًا في منّه أنواع كتيرة زي الروس الأربو، الأفيان، آمم حاجات كتيرة أوي يعني، الكَب مثلًا ده اللي بيبقى موجود يعني في الشتا أكتريته يعني اللي بيتربّى في الشتا عشان هو بيستحمل البرد يعني، ففي منّه أنواع كتيرة أوي، أوي و في نوع مثلًا ممكن نربّيه في الصيف، في نوع ممكن نربّيه في الشتا، في الشتا طبعًا هو الكَب لإن زي ما قُلت لكم كده هو بيستحمل البرد وعلى فكرة بيشيل أوزان كويسة جدًا، جدًا، بس أهم حاجة إن إحنا نهتم بيه ونجيب نوع كويس من القَب، يعني برضه يكون فرز أول، ده هيدّيكم لحم كويس جدًا لإنه بيرمي لحم كمان في الصدر، يعني ممكن تقدروا كمان تسيبوه يعني وزنه يكبر شوية وتعملوا منه بانيه، لإن أكترية اللحم بتاعه بييجي في الصدر، الصدر بتاعه يعني بيكون ما شاء الله كبير، ده في القَب بس يكون في الشتا، لإن هو ما بيستحملش الحَر، يعني ما بيستحملش الصيف، لو ربيتوه في الصيف ممكن ما يكمّلش معاكم، لكن الرُز مثلًا بيستحمل الحَر. فعشان كده زي ما باقول لكم كده دول النوعين على فكرة المشهورين، لكن طبعًا في باقي الأنواع الناس برضه بتجيبها وشغالين صيف شتا برضه زي الفل يعني. طيب إحنا كده اتكلمنا على سرعة النمو بتاعته، يعني بيكبر في وقت قد إيه، واتكلمنا كمان هو بياكل علف قد إيه، واتكلمنا إن في أنواع كتير. طيب نيجي بقى بالنسبة إحنا دلوقتي بنتكلم على إن هو أنا عايزة أعمله كمشروع، هل هو كمشروع تجاري كويس والّا إيه؟ طبعًا هو مثالي جدًا للمشاريع التجارية اللي بتستهدف فيها إن إحنا ننتج لحم سريع، وقت قليل، الناس اللي عايزة تعمل مشروع تجاري في وقت قليل، يعني هتحط فلوس بعد شهر أو 35 يوم بالكتير هتاخد ربح، فطبعًا ده بالنسبة لها المثالي هيكون طبعًا هو الأبيض، لكن خلّينا برضه نقول إن الأبيض مناعته ضعيفة، يعني برضه لازم زي ما أي حاجة بتكون ليها مميزات لازم برضه أكيد هتكون ليها عيوب، مناعته أضعف بكتير أوي من الفراخ الساسو. طب بالنسبة للكتكوت الساسو، لمّا نيجي نقارن بقى في النمو بالمقارنة بالكتكوت الأبيض، فإحنا هنقول إن هو هياخد حوالي من 50 ل60 يوم، خدوا بالكم ده كده بقت ضعف المدة، عشان يوصل للوزن المناسب اللي هو يعني هو بياخد دورته
بتكون شهرين، بنبتدي ندبح من عُمر 50 يوم لو إحنا جِبنا الوزن اللي إحنا عايزينه، وبيوصل على فكرة الوزن اللي إحنا عايزينه اللي هو حوالي مثلًا 2 كيلو على 50 يوم، بيبتدي من كيلو 700 يعني الديوك بتبقى 2 كيلو دي أقل حاجة، النتاية أو اللي هي الفرخة بتكون كيلو 700 على 50 يوم، عايزين طبعًا أكتر زي ما قُلت لكم كده من 50 ل60 يوم، طبعًا برضه أهم حاجة يكون ساسو شِفَر ما يكونش فرز تاني علشان برضه ده بيبطأ في النمو. طب بالنسبة للفراخ البيضا في سرعة النمو، إحنا قُلنا لأ كده الفراخ الساسو هو أقل من الفراخ البيضا، لمّا إحنا نيجي نقارن ما بين الساسو والأبيض في سرعة النمو، لأ هو أبطأ من الفراخ البيضا في سرعة النمو. طب بالنسبة بقى للناس اللي بتدوّر على طعم اللحم، طعم اللحم طبعًا بتاعة الفراخ الساسو أطعم بكتير جدًا من لحم الفراخ البيضا. يعني في ناس تقول لأ خلاص مش مشكلة أنا هاطوّل في المدة شوية، بس أنا هاخد طعم لحمة حلو قريب أوي من لحمة البلدي، فكده يبقى إحنا بالنسبة لجودة اللحم لو هنقارن ما بين الكتكوت الأبيض والكتكوت الساسو، الكتكوت الساسو هو اللي هيكسب في طعم اللحم بتاعه. طب تسويق الساسو بصراحة هو أصعب شوية من تسويق الأبيض، يعني الأبيض أنا ممكن أسوّقه للجيران، ممكن أسوّقه للمحلات، للتجار، للمطاعم، خدوا بالكم طبعًا لإن كل المطاعم بتستخدم الفراخ البيضا، للمحلات التجارية، للهايبرات، ده كله برضه بيستخدم الفراخ البيضا، لكن الفراخ الساسو بتكون أكتر في المناطق الريفية أو الناس اللي بتميل أكتر إنها بتاكل الفراخ البلدي، يعني الناس المتعودة على الفراخ البلدي تاكل أكتر الفراخ الساسو، فهيكون تسويق الفراخ الساسو أصعب شوية من تسويق الفراخ البيضا اللي كل الناس بتستخدمها كتجاريًا، يعني كمحلات أو كمطاعم. طب خلّينا بقى نتكلم على تكلفة التربية بالنسبة للكتكوت الأبيض، الكتكوت الأبيض بيحتاج طبعًا قُلنا إن هو بيحتاج عناية خاصة، وبيحتاج نظام تغذية دقيق، يعني أهم حاجة ما بياكلش أي حاجة خالص غير العلف، أهم حاجة هو العلف فقط لا غير، ما بياكلش أكل البيت، ما نقدرش إن إحنا نخلّط له، ما نقدرش إن إحنا نعمل خلطات، ما فيش الكلام ده خالص، يبقى إحنا الفراخ البيضا علف فقط لا غير. وطبعًا كمان بيحتاج تدفئة طول فترة حياته من عُمر يوم لحد عُمر الذبح اللي هو 35 أو 40 يوم، بيكون ماشي بنظام تدفئة بدرجة حرارة معيّنة ما بنقدرش إن إحنا ننزل عنها أو نطلع عنها. يبقى مشكلة الكتكوت الأبيض هو إنه حساس جدًا، جدًا للأمراض وبيحتاج اهتمام وتربية من نوع خاص، أمّا بالنسبة لكتكوت الساسو فهو مناعته أقوى بكتير أوي من الكتكوت الأبيض، بيتحمّل الظروف الصعبة وممكن بأقل عناية يعيش والدنيا كمان بتكمّل معاه عادي جدًا يعني. بالنسبة للأكل طبعًا إحنا ممكن يعني بالنسبة برضه للتكلفة زي يعني اتكلمنا على الأبيض من حيث تكلفة الأكل، فإحنا الساسو لأ، هو ممكن نحط له علف وبنيجي في وقت معيّن كده نقدر إن إحنا نخلّط له عليها دشيشة، عيش، أي حاجة، أي بواقي أكل البيت برضه بياكلها لإنه قريب أوي تربيته من تربية البلدي. وكمان برضه موضوع التدفئة بنحتاجها في العمر الصغير، لكن لمّا يكبر لو الجو ساقع طبعًا هنحط برضه مصدر تدفئة، لكن مثلًا من حيث الإضاءة والكلام ده، هو بيتربى زي البلدي إلى حد كبير جدًا الساسو، يعني مش محتاج اهتمام ورعاية كبيرة أوي زي الأبيض. طيب بالنسبة لسعر الكتكوت، سعر الكتكوت الأبيض طبعًا معروف إن هو أكبر من سعر الكتكوت الساسو. لكن لمّا نيجي نقول الكتكوت الساسو بياكل كام كيلو علف، هو بياكل 4 كيلو علف، الكتكوت الأبيض بياكل 3.5 في 35 يوم، الكتكوت الساسو بياكل على مدار الشهرين 4 كيلو علف. طب ما نيجي بقى لسعر البيع، سعر البيع بالنسبة لسعر الكتاكيت البيضا فهي أو الفراخ البيضا بتبقى سعرها طبعًا أقل بكتير من سعر بيع الفراخ الساسو، لكن زي ما قُلنا في الأول إن موضوع التسويق شوية تسويق الفراخ البيضا أنت هتجيبها وأنت متطمن تمامًا، إنما الفراخ الساسو مش أي حد يقدر ياخدها. أنتم عارفين طبعًا إن أهم حاجة لمّا نيجي نعمل مشروع من قبل ما نعمل المشروع، إحنا أهم حاجة بنفكّر فيها هو التسويق، هنعرف نسوّق المشروع ده والّا مش هنعرف نسوّق له، يعني إحنا مش هنجيب ونخلّي معانا الحاجة وفي الآخر ما نعرفش نبيعها، فزي ما قُلت لكم كده بالنسبة لتسويق الكتكوت الأبيض مطلوب بشدة جدًا، 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 سواء في المحلات، في الأسواق، في المطاعم، في الناس اللي حوالينا. كمان إنتاجه سريع وفي نفس الوقت سعره مناسب، يعني إحنا لو جينا مثلًا لسعر اللحمة هنلاقي سعر كتكوت الأبيض زي ما قُلت لكم أقل من سعر اللحم الكتكوت الساسو في السوق، فبالتالي هيكون عليه طلب كتير من الناس، طبعًا أنتم عارفين الغلا اللي إحنا فيه، الناس دلوقتي بتدوّر على السعر الأقل وفي نفس الوقت يعني تكون برضه حاجة جودتها كويسة، ف الكتكوت الأبيض أقدر أقول لكم لأ هو يعني تسويقه أسرع بكتير جدًا من الفراخ الساسو. ده خلاصة كلام الفيديو بتاعنا النهارده، لو أنتم بتدوّروا على إنتاج سريع وعائد سريع يبقى اختاروا الكتكوت الأبيض، إنما أنتم لو بتفضّلوا جودة اللحمة تكون أعلى وتكون يعني لحوم غنية كده زي ما بيقولوا، طعمها أحسن مع تكلفة أقل، لإن إحنا زي ما قُلت لكم الأعلاف إحنا مش شرط إن إحنا ممكن نأكله من أكل البيت،
تكلفة كمان أقل للعناية، لإن إحنا ما بنشتريش أدوية وما بنقعدش يعني نعاني في تربية الفراخ، يبقى دي بالضبط كده هي الفراخ الساسة. ده لو أنتم مستنيين إن أنتم تاخدوا جودة أحسن، طعم أحلى، لكن مش مطلوب تجاريًا، يعني ده لو للبيت أو هتربوا للناس اللي حواليكم، الناس اللي هي عارفة طعم اللحمة الساسو، يبقى كده خلّيكم في الفراخ الساسو. لو أنتم عايزين إنتاج سريع، هتعملوا مشروع عائد سريع، يبقى أنا بارشح لكم جدًا الكتكوت الأبيض، لإن تسويقه أعلى بكتير من الفراخ الساسو. دي كده كان فيديو النهارده، أتمنى إن أنا أكون قدرت أفيدكم ولو بمعلومة. أنا حاولت أجمّع لكم كل المعلومات سريعًا عن تربية الفراخ البيضا وعن تربية الفراخ الساسو، وإيه الفرق ما بينهم عشان الناس اللي أول مرّة تربّي أو الناس اللي كانت عايزة تجيب فراخ ساسو وبرضه كانت قلقانة منها شوية. هي جميلة جدًا وما بتحتاجش عناية كبيرة زي الكتاكيت البيضا، فيالّا توكّلوا على الله وهاتوا كده حتى للبيت، تبقى تاكلوا حاجة نضيفة وقريبة جدًا من طعم البلدي، بس مش هتطوّل معاكم زي البلدي. فأنتم لو وصلتوا معايا لهنا، يا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا بمعلومة، ولو استفدتوا بمعلومة ولو كانت صغيرة، أتمنى إن أنتم تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. ما تنسوش بقى دعوة حلوة لأختكم في الله. أشوفكم على خير إن شاء الله، انتظروني في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.